وبركاته. مباشرة بعد بروز نتائج صفعة برميل النفط على وجه الحكومة، توجهت هذه الأخيرة بسرعة تجاه المواطن لتحوله إلى درع تحتمي خلفه لمواجهة الأزمة المالية من خلال ما جاء به قانون المالية من ضرائب إضافية، رفع في أسعار الوقود والكهرباء والتهاب مختلف السلع الاستهلاكية، وصولا عند الزيادة في أسعار النقل ب10%. السؤال المطروح هنا: لماذا تضرب الحكومة بالعصا على ظهر المواطن كلما أحست بالخطر؟ لماذا لا يتضامن الوزراء وإطارة الدولة والبرلمانيون والولاة والسفراء والدبلوماسيون والمستشارون في أعلى هيئات الدولة مع هذه الدولة؟ بالأرقام نتحدث افتراضا. لدينا في الجزائر 32 وزيرا يتقاضون أجور تصل 30 مليون سنتيم. لو نقتطع من أجورهم مبلغ 5 ملايين سنتيم لصالح الخزينة العمومية، سيكون المبلغ الإجمالي 160 مليون سنتيم. عندنا 48 واليا يتقاضون 23 مليون سنتيم شهريا، نقتطع 5 ملايين سنتيم، النتيجة تكون 240 مليون سنتيم. 548 رئيس دائرة يتقاضون حوالي 15 مليون سنتيم شهريا، النتيجة هي 2 مليار و750 مليون سنتيم. 660 نائب برلماني وسيناتور يتقاضون 27 مليون سنتيم ويزيد، النتيجة هي 3 ملايير و30 مليون سنتيم. 33 سفير وقنصل يتقاضون رواتبهم بالعملة الصعبة تفوق بالعملة الوطنية 40 مليون سنتيم، النتيجة هي 165 مليون سنتيم. ما يفوق عن 100 مدير مؤسسة وطنية يتقاضون ما بين 20 إلى 40 مليون سنتيم على غرار سوناتراك وسونالغاز واتصالات الجزائر وغيرها. نقتطع من أجورهم 5 ملايين سنتيم شهريا، النتيجة هي 500 مليون سنتيم. الرئيس 80 مليون سنتيم، الوزير الأول حوالي 60 مليون سنتيم، رئيسا غرفتا البرلمان حوالي 50 مليون سنتيم، يقتطعون 20 مليون سنتيم لكل واحد، النتيجة هي 80 مليون سنتيم شهريا. المبلغ الإجمالي هو قرابة 11 مليار سنتيم شهريا. المحصلة السنوية هي 130 مليار سنتيم سنويا. فماذا لو عممت نفس العملية التضامنية مع الخزينة العمومية إن صح التعبير مع مختلف إطارات الدولة الآخرين تماما كما يتضامن المواطن والزوالي؟ ثم لماذا لا يتخلى هؤلاء عن الامتيازات الكبيرة التي يستفيدون منها تحت غطاء المنصب وخدمة الدولة والشعب، كسيارات الدولة والهاتف والوقود، ويرغمون أنفسهم على دفع فاتورة الغاز والكهرباء تماما كما يفعل أمثالهم في دول مثل تونس التي تخلى فيها الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي على نصف راتبه للخزينة العمومية، وتخلت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا على منحة المغادرة وغادرت على دراجة هوائية، ورئيسا وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون والدنمارك اللذان لا يستخدمان وسائل الدولة في حياتهما الشخصية. الجواب يبقى عندكم.